فهل فيتامين دي حقيقة أم أكذوبة؟ الإجابة البسيطة على الموضوع ده إن إحنا في الأطفال اللي بيعانوا من تقوس مثلا في الرجلين وبنعمل لهم تحاليل وبيطلع عندهم لين عظام أو راكب، الخط العلاجي الأول بيكون هو فيتامين دي، وإن إحنا بنقول للأم إن هي تعرض الطفل للشمس، أشعة الشمس المفيدة، وبندي كمان ساعات فيتامين دي بجرعة وقائية علشان نمنع الطفل إن هو يجيله لين عظام أو إن إحنا نقوي المناعة. لكن للأسف على مدار سنين كتير نقص فيتامين دي ما كانش مرتبط بينه وبين الأعراض في الكبار. مع الوقت على مستوى العالم بدأوا الأطباء يعملوا أبحاث كتير جدا، وبدأوا يعرفوا إيه هي أهمية فيتامين دي في الجسم. هو ليه أهمية كبيرة جدا، أولها إن هو عنده أنتي انفلاماتوري إفكت أو تأثير مضاد للالتهاب في الجسم، كمان immunomodulatory إفكت أو تأثير في تنسيق جهاز المناعة. فلما بيحصل اضطراب أو نقص فيتامين دي بتبدأ تظهر أعراض كتير وأمراض كتير، منها الأمراض المناعية المفصلية زي الروماتويد، الذئبة، الصدفية المفصلية، أو أعراض زي آلام عامة بالجسم، آلام بالعضلات، توتر، اكتئاب، عدم نزول الوزن مع الدايت، وأعراض تانية كتير. علشان كده لما يكون في مريض عنده نقص فيتامين دي طبعا لازم ياخد العلاج بصورة مناسبة، خاصة مرضى الأمراض المناعية المفصلية زي الروماتويد والذئبة، لأن عدم علاج النقص ده بيؤدي إلى تفاقم الأعراض بتاعة الذئبة والروماتويد وبيأخر سرعة الشفاء. لكن طبعا احنا بننصح هنا المريض إن هو ما ياخدش الجرعة من نفسه ولا يحسب لنفسه الجرعة، لأن لا قدر الله ممكن يحصل سمية أو توكسيستي من فيتامين دي تسبب مشاكل في الكلى أو تكون حصوات أو أعراض تانية كتير. ودمتم سالمين.